من كام يوم قابلني شاب سعودي في طنطا، فكنت في الجيم فشاف خلفية الموبايل حاطط صورتي انا وبابا الله يرحمه في الكعبة. فبيقول لي عاوز اسألك سؤال بما انك زرت السعودية. قلت له اتفضل. فبيقول لي اما رحت السعودية عملوك ازاي؟ قلت له فانا فهمت السؤال يعني اللي هو ايه. قلت له انت عاوز تعرف اللي على الميديا هو فعلا الواقع ولا لا، وبتشوف كل الناس واخدين نفس الفكرة ولا لا؟ قال لي اه. احترمته ان هو حابب يشوف وجهة نظر الناس كلها في بلده، حابب يشوف اذا الناس كلها بتاخد نفس الفكرة عن شخص واحد ولا لا، حابب يشوف ان اللي بيحصل على الميديا كل الناس ماشية وراه ولا لا. فقلت له اللي يرضي ربنا، اللي يرضي ربنا انه كلمة حق. قلت له هقول لك على حاجة، انا ما رحتش بس عمرة، انا راجل عندي شغل في السعودية وبأسس لشغل دلوقتي، ويشهد الله اني ما شفتش منكم غير كل خير. كل الناس اللي قابلتها ناس محترمة، ناس حاسسوني ان انا في بلدي. يعني بصوا، ممكن الناس تسمع الكلام ده تقول لك انت بتقول اي كلام وبتطبل عشان انت في السعودية او الكلام ده. مش مضطر والله، مش مضطر لان انا مش منافق. فقال لي يعني مخدتش حكم عن اللي انت بتشوفه على الميديا؟ قلت له انا ليا باللي انا عشته، ماليش باللي انا بسمعه. اللي انا عشته معاكم يخليني اقول فيكم الخير، لان انا ما شفتش الشر. فقلت له طيب انت بقالك قد ايه في طنطا؟ قال لي بقالي شهر. قلت له طيب بما انك بتتكلم سعودي اكيد الناس اول ما تتكلم عارفين انك سعودي، ايه الفكره اللي انت الناس اللي اخدتها عنك او الفكره اللي انت خدتها عن الناس في التعامل؟ قال لي اقول لك على حاجه. قلت له اه. قال لي انا اجازتي هتنتهي، انا مش عايز اطلع من هنا لان انا حاسس في وسط اهلي. ف بصوا يا جماعه، والله العظيم لا كذب ولا نفاق ولا اي حاجه. في ناس على الميديا عايزه بس تعمل الصيت ولا الغنى عشان مجرد ريتش بس، والنهارده تلاقيه ضده وبكره تلاقيه معاه، بعد بكره تلاقيه معه وبعد بكره تلاقيه ضدين. هتلاقي ناس بتغلط وناس بتشتم هنا وهنا. لو جيت تبص للحياه هتلاقينا احنا الناس اللي في الواقع ملناش غير بعض. يعني هتلاقي الناس الطيبين المحترمين اللي مش فارق معاهم بقى ريتش ولا الكلام ده ولا لايكات ولا الحوارات دي ولا يوقعوا الناس في بعضها، مش فارق معاهم الكلام ده كله. هتسأل اي واحد في الشارع هيقول لك دول اخواتي وحبايبي، هتسأل واحد هنا يقول لك دول اخواتي وحبايبي. علشان كده نصيحة والله العظيم، اوعوا تصدقوا كل حاجة بتشوفوها على الميديا سلبية. ممكن شخص يكون عمل حاجة غلط فمش معناته ان البلد كلها بتعمل نفس الحاجة دي. مش معنى ان الشخص ده بيكره بلدي يبقى انا اكره الشخص ده واكره بلده. الخير اللي انا شفته مع حد اقول انا شفت الخير، لو شفت الشر اجتنبه. مش شرط اقعد اقول انا شفت الشر وبتاع وجليكه بقى والكلام ده. دوروا على الحته الايجابيه وما تخلوش حد يشمت فينا، لان اول عن اخر احنا ملناش غير بعض. السلام عليكم.